صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده عايزه اتكلم معاكم بصراحه في موضوع جالي اسئله كتير قوي عليه وشاغل بال ناس كتير، وانا اولهم طبعا. ولكن لما فهمت الموضوع او جزء من الموضوع حبيت ان انا افهمه للناس، وهو الماده اللي بتتشرح في المدارس اللي هي اسمها RSE، وهي اختصار لكلمه Relationships and Sex Education والتعليم الجنسي. والمنهج بتاع الماده ده اسمه PSHE، وهو اختصار لكلمه Personal Social and Health Education، الصحه، التثقيف الصحي يعني. الماده دي اجباري على المدارس كلها في انجلترا. طيب خلينا الاول نشوف هما بيدرسوا ايه، ونتكلم في مميزات وعيوب الماده دي. تمام. هما بيدرسوا في المراحل الاولى اللي هي اسمها KS1، من اول فاونديشن وير 1 وير 2 وير 3. بيدرسوا انواع العائلات. اوكي، العائلات اللي فيها اب وام، العائلات اللي فيها 2 اب، العائلات اللي فيها 2 ام، العائلات اللي فيها ام واحده او اب واحد. طبعا القصة دي بتبقى موجودة في كل الفصول في المرحلة العمرية دي، والأسباب كتير. الأسباب الأولانية إن ممكن يكون الأطفال أصلا أهاليهم كده، يعني في أطفال بتيجي من 2 أم، وفي أطفال بتيجي من 2 أب، وفي أطفال بتيجي من سنجل مام أو سنجل داد. يعني كل الأشكال دي هم بيشوفوا، يعني زمايلهم أو أصحابهم هم جايين من العائلات دي خلاص. فعشان يفهموا الأطفال أنواع الأسر، إن مش كل الناس عايشة زيكم، ويتقبلوا فكرة الاختلاف. لحد هنا تمام. اوكي. بعدين شوية الأطفال بتكبر، المادة بتبدأ برضو تكبر معاهم بحسب سنهم، فبيبتدوا يعرفوا أسامي الأعضاء بأساميها. وده عشان لو حد اتحرش بيهم واتعمل بلاغ، الأطفال تعرف تفسر ايه اللي حصل، ايه اللي اتلمس فيا، ايه اللي اتأذى فيا، بالأسامي الحقيقية بتاعت الأعضاء. وتقريبا الأطفال في سنة تانية أو تالتة بيبقوا عارفين الأسامي اللي هي الصح بتاعت أعضاء جسم الإنسان. طبعا بقى هنروح KS2 أو year 5 year 6 وانت طالع، هيبتدوا يعلموهم الرومانتك ريليشن شيبس، العلاقة العاطفية. بتحس بإيه وإيه اللي بيحصل، وإزاي نختار الشخص الصح، وإزاي أفرق ما بين الشخص الصح والشخص الغلط أو الشخص اللي بيستغلني. او انتوا عارفين ان هنا في جرائم كتيره قوي، شبه مثلا البيروفيليا يعني في امراض كتير واضطرابات كتير ممكن تخلي الاطفال ما تعرفش هو ده حب ولا ده استغلال جنسي. فبيفهموهم كل ده. طبعا بيعرفوهم ازاي يحموا نفسهم من الانترنت، ان ازاي ما حدش يبعت لحد صور هو مثلا عريان او صور لجسمه. كل ده في الماده دي. وبعد كده كمان شوية بيفهموهم ان كل واحد حر في اختيار ميوله الجنسية. انا بختصر المادة دي على المراحل العمرية المختلفة. تمام. طيب خلينا بقى نتكلم في مميزات وعيوب المادة دي. هنتكلم في المميزات الأول. المميزات الأول إن الأطفال بتتقبل الاختلاف، وبيبقى عندهم open mind، إن عادي ممكن يكون زميلي عنده تو ماميز، مش بتبقى حاجة زينا بقى بنتخض وكده. لا، هو بالنسبة للعيال متقبلين ده وشايفينه في الشارع وفاهمين، وبيرسخوا فكرة إن أنت نورمال، يعني عادي. اوكي. فالاطفال مش هتبقى مخضوضه قوي زي الاهالي زينا كده، عشان هما دارسين ده ولهم زمايل كده. تمام. الميزه التانية اللي انا شايفاها ان الاطفال هتفهم مفهوم التحرش بطريقه علميه وبطريقه صح، ومن مدرسين، يعني من مكان ومن اشخاص موثوق فيهم. فالطفل هيبقى فاهم يعني ايه البرايفسي، وهيبقى فاهم يحافظ على نفسه ازاي، وهيبقى فاهم اسامي اعضاء جسمه بالمعنى بالاسم العلمي. ده برضو كويس، انا شايفاه كويس. الميزة بقى الأخيرة برضو اللي أنا شايفاها إن في تثقيف جنسي للأطفال، يعني المراهقين هيبقوا فاهمين يعني إيه علاقة جنسية. يعني في ناس، أغلبنا في الدول العربية بيبقى مثلا ما بيفهمش الحاجات دي غير لما يتجوز. هما لا، البنات والولاد اللي بيبقوا دارسين هنا بيبقوا فاهمين وعارفين سبل الحماية، ازاي يحموا نفسهم، وسائل المنع الحمل، فاهمين يعني، عارفين صحيا الصحة الجنسية، فاهمينها أصلا. الحاجات اللي احنا عرفناها واحنا كبار هم فاهمينها دلوقتي. وده لأسباب كتير، لأن في هنا تينيجر مام، يعني في بنات بيبقى عندهم أطفال في سن بدري، فبيقولوا لهم كده عشان ازاي يحموا نفسهم، بحيث ان هي ما توصلش ان هي تغهض أو تموت بيبي وهي مش فاهمة ايه اللي حصل. ده بالنسبة للأطفال هنا. وبالنسبة مثلا للعرب أو المسلمين، انت هيبقى ابنك متجوز وفاهم علميا ايه اللي بيحصل او كده، مش مستني بقى ان حد يقول له ولا ان هو يتفرج. المعلومات اللي بتتقال بتبقى مناسبة للسن العمري بتاعهم. فمفيش قلق في النقطة دي. طيب انا اتكلمت في المميزات، او اللي انا يعني اللي انا بحاول اطلع الحاجة الحلوة يعني بقدر الامكان من المادة دي.
ولكنها مفيدة برضو في الأول وفي الآخر. طب عيوبها ايه بقى؟ خلينا نتكلم برضو في العيوب. العيوب ان الأمثلة اللي بيدوها في العلاقات أمثلة مفتوحة، ما فيهاش قيود، ما فيهاش اختيار ديني مثلا. يعني ما ينفعش اقول لما تحب واحد او لما تحب واحدة، فبقول لما تحب whatever انت هتحب ايه. هما مثلا بيقولوا كده جنسك whatever جنسك ايه. يعني هما بعد ما بيفهموا الفرق ما بين البنت والولد، انت بقى حر، انت عايز تختار انت عايز تبقى ايه. وطبعا المدرسين مجبرين يقولوا كده لان هو القانون بيقول ان المادة تتشرح بالطريقة دي. طبعا الموضوع على الأطفال بيبقى في الأول يعني في كونفيوز شوية، بس أنا برجح إن الأمهات تتكلم مع عيالها الأول على حسب مبدأ كل بيت انتوا بتتكلموا ازاي، على حسب دين كل بيت برضو. شوفوا انتوا حابين تقولوا ايه لعيالكم، اتكلموا معاهم. لو الأطفال سألتكم في أي سؤال جاوبوا بصراحة، لو مش جاهزين خدوا وقت وقولوا هجاوب عليك بكرة، بس أرجوك الإجابة تبقى صريحة. لأن هم يعني مثلا الأطفال بتيجي ازاي، قولوا يعني إجابة مناسبة لسن عمرهم. لأن في المدرسة هيتقال لهم الحقيقة. فلو ابنك عارف معلومة غلط وراح قال للمدرس أنا اتقال لي كذا كذا، هيبان حاجتين: إن الأم أو الأب بيكذبوا في المعلومة، فأنت مش هتبقى مصدر المعرفة لابنك. تاني حاجة هيبان قدام أصحابه إن هو مش فاهم حاجة، وهيبان قدام المدرس إن هو المعلومات الصحية أو الجنسية مش متوفرة أو مش بتبقى متوفرة في البيت. فناخد بالنا من النقط دي برضو. طبعا الحرية الجندرية او الحرية الجنسية، انا مش مسموح لي ان انا اقول رأيي في الموضوع ده، لان انا كل السوشيال ميديا بلاتفورم بتاعتي مع الايجنسي ومع الكوليدج. فاي مدرس لازم ياخد باله هو بيقول ايه وبيكتب ايه، وما ما يفورس يعني مش يجبر الاطفال على رأي معين او على اتجاه معين. المفروض المدرس يحترم كله وكل عنده نفس الأولوية والأسبقية في التعليم. ولكن التوجه الديني لو احنا خايفين من ان هم يعرفوا معلومات هتشككهم في حاجة او هتخليهم مش على فطرتهم، الافضل ان الام والاب يتكلموا الاول. 1 2 3 هنشوفه هنا، بس 1 2 3 is حلال 1 2 3 is حرام، هكذا. ونفضل نعيد ونتكلم مع الاطفال في النقط دي. في اجزاء طبعا تقدر تعمل withdraw لابنك، يعني ممكن تخليه ينسحب من الفصل ما يحضرش ده. ولكن انا مش مع الفكرة دي. انا مع الفكرة ان الطفل يحضر، ولكن الام والاب يكونوا متكلمين مع الطفل قبل ما يحضر، بحيث ان يبقى متوقع المعلومة اللي هو هياخدها. ولكن لا، خلوهم يحضروا. المادة دي بتبقى مهمة جدا في الوعي والتثقيف وكل حاجة. بالعكس الاطفال هتيجي تحكي لك هما خدوا ايه وعملوا ايه، وهتبقى مبهور بكمية المعلومات اللي الاطفال في السن ده عارفاه. وهم بيكبروا الاطفال تبقى ناصحة، فاهمين، يعني عارفين يحافظوا على نفسهم وفاهمين هم بيعملوا ايه. فانا مش ضد المادة دي. انا بس حبيت اطمنكم وافهمكم بالمختصر المفيد المادة دي عبارة عن ايه. وطبعا انت ليك حرية ان انت تسحب ابنك، وليك الحرية انك تفهم ابنك الاول هم هيتكلموا معاهم في ايه. طيب نعرف بقى منين المنهج او هيتقال ايه في الفصل. طبعا هوريكم تجيبوا المنهج ازاي لاي مدرسة للPSHE. هنختار مثلا ولنفترض نوتنغهام جيرلز سكول مثلا، جيرلز اكاديمي. خلاص هنخش الويب سايت. في اي ويب سايت لاي مدرسة هتلاقوا ال3 شروط اللي على اليمين دول، بنضغط عليهم هنلاقي كلمة كوريكولوم، وننزل تحت هنلاقي in this section هنلاقي PSHE. هنضغط ونشوف ايه اللي بيتشرح او ايه النقط المهمة اللي المدرسة دي هتشرحها في المادة دي. طبعا زي ما انتم شايفين families انواع الاسر، الاحترام في العلاقات، الاونلاين and media، being safe. ده الحاجات المختصرة اللي انا قلتها لكم. اللي عايز بقى يعرف بالتفاصيل يخش مدرسة اطفاله على الويب سايت ويشوف المنهج. تمام. في بعض المدارس مش بتبقى باينة كده. خلينا اوري لكم. لو جينا مثلا سيكامور اكاديمي مثلا، انا عماله اختار مدارس عشوائيه. هنروح ويب سايت هنلاقي برضو ال3 شروط هنا على اليمين. هنضغط هنلاقي key information، هنضغط هنلاقي curriculum اهو. نشوف المادة بتاعة PSHE اهي، هنضغط عليها هنلاقي كل حاجة برضو هنا. تمام. فانتوا لو عايزين تعرفوا ايه اللي بيتشرح في المدرسة بالظبط في المادة دي
بتخشوا على الويب سايت وتضغطوا تشوفوا الكوريكولوم بتاعها ايه. في النهاية انا عايزة اقول لكم ان المادة دي مش مخيفة او بعبع يعني زي ما الناس ما خايفة، ولكن المهم ان انت تبقى عينيكي مفتحة يعني ومركزة مع الاطفال في السن ده، وتتناقشوا وتتكلموا. ولو انتي حابة برضو ان ابنك ما يحضرش تقدري تبلغي المدرسة، بيبقى قدامك اوبشن يقولك طب هما يعني انتي عايزاه يعمل ايه في الوقت ده، لان كده كده اصحابه هيحكوله هو خد ايه. فممكن تعرضي ان هو يحضر في مدرسة في فصل تاني او يعمل اكتيفيتي تانية. لو انتي حاسة ان الطفل هيبقى عنده حب استطلاع او فضول، الاحسن ان هو يفضل قاعد يسمع من مدرسة الكلام اللي هيتقال احسن ما يسمع من اصحابه. دي نصيحتي. النصيحة التانية برضو وده اللي انا بعمله، ان انا بفضل ان قبل ما يحصل اي حاجة اتناقش مع ابني، وان يتبعت لي المنهج ويتقال لي امتى هيتقال ده، عشان برضو اهيئ ابني لحاجة زي كده. يعني المختصر المفيد برضو عشان ألخص للناس، هما بيدرسوا العلاقات، أنواع العائلات، البلوغ، التحرش، ازاي يحموا نفسهم، الصحة